دي فرخه هندي باضت ورقدت على بيض وطلعت عيالها زي ما انتم شايفين، وانا حطيت لها بيض فراخ بلدي كمان. بسم الله ما شاء الله طلعته زي ما انتم شايفين عامله ازاي على عيالها. هي عيالها تحتيها عشان في شويه هوا، بس عيالها تحتيها. بصوا 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 اللي بيطلع من الجنب اهو. بصوا بصوا اهو. بصوا اللي بيعوز ياكل بيطلع من تحتها ياكل ويدخل تاني. اللي عنده فرخه هندي في البيت بمقام فقاسه، يعني اكنه عنده فقاسه في البيت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده بتبيض وترقد وتحطوا كمان بيض فراخ بلدي معاها تطلع. يعني انتوا لو عندكم فرختين 3 في البيت مش هتخليكم محتاجين ان انتوا تجيبوا فراخ من بره خالص او كتاكيت من بره، هتبقى عندكم اكتفاء ذاتي من الفراخ. بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. هما بياكلوا قدام اهم بيشربوا. انا حاطه لهم علف ناعم وحاطه لهم سقايه، وكمان لو اي بطايه اي فرخه تانية قربت منها يعني او من عيالها بتهجم عليه، بتبقى عايزه تموته عشان تدافع عن عيالها. بصوا اللي خارج من الجنب ده اهو، شايفين خارج من جنب جناحها اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. هي علشان الهوا خايفه عليهم من الهوا. بصوا 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 هي كده مدفيهم يعني. بصوا بصوا وتربيتهم زي البلدي بالظبط، يعني انتوا مش محتاجين تعملوا حاجه مخصوص. الفراخ الهندي زيها زي البلدي بالظبط في التربيه، كاكل وميه وشرب وفيتامينات واملاح، ولو في اي حاجه تانية بتحطها لهم بالظبط زي اكنكم بتربوا فراخ بلدي في البيت يعني. بس هي ما شاء الله بتنتج. الفرخه البلدي صعب ان انت ترقدها الا ان كانت هي اللي عايزه ترقد لوحدها. انا بقول الكلام دوت للناس اللي حابه ان هي تربي فراخ وترقد عندها، لانه قليل قوي لما تلاقي فرخه بلدي تحب ترقد لوحدها. لكن دي الفراخ الهندي معروفه ان هي بتبيض وبترقد. بصوا هي سمع الصوت كده حاسه يعني ايه، خايفه عليهم، عايزه تسمع الصوت ده جاي منين. بصوا هما تحتي اهو. طبعا كان عندي فراخ هندي اكبر من دي شويه، يعني ديوك كده كانوا نايمين على السور. فوجئت الصبح في الفجريه كده نهار بيشقشق لقيت حاجه واكلاهم وهم كبار كده، فمش عارفه كان ايه اللي هاجمهم يعني. فانا هاخدكم معايا برضو اوريكم حاجه فوق السطح انا اكتشفتها ومش عارفه ده بتاع ايه، وربنا يسترها يعني. انتوا بقى هتقولي لي ده بتاع ايه يعني، هو حاجه غريبه لقيتها فوق السطح. بص ده هيخش اهو. بس دخل اهو، خلاص كده دخل المبيت بتاعه. يلا بينا نطلع فوق السطح. بصوا زي ما انتم شايفين انا طالعه فوق السطح اهو. بصي دي الفراخ اللي هما 2 منهم اتاكلوا، كانوا نايمين على السور ده، لقيتهم متاكلين كده محطوطين ميتين. يعني حاجه بتهاجمهم انا ما اعرفش، يعني هما دول كبار ما شاء الله، ايه اللي هيهاجمهم؟ زي ما انتم شايفين ادي برضو حمامه اهي متاكله، ودي حمامه اهي متاكله برضو. انا هطلع فوق السطح هوريكم حاجه كده ربنا يستر. بصوا كانوا نايمين على السور ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا انا مش عارفه ده ايه. بصي هي مجمعه العش من عظمه. ده عظم يا جماعه، بصوا شايفين مجمعه العش من عظمه. بصوا البيض عامل ازاي، بصوا هي غرزاه ازاي، بصوا مغروز. ده ايه؟ انا مش عارفه ده ايه يا ترى، ده بيض ايه؟ هو انا شفت طائر بصراحه اللي كان راقد عليه وطار على طول،
يا ترى ده بيض ايه بقى يا جماعه؟ بصوا العظم، بصوا هي غرزاه بالطول. بصوا استنى هوريكم. بصوا هي بصوا شايفين هي عامله كده، بتنزله كده. بس طبعا انا نكشت اللي هي عاملاه، انا رجعه لها تاني. بصوا كل ده عظم اهو، هوريكم. بصوا هي بتغرزه كده يا احمد، صح؟ بصوا ده عظم، شايفينه اهو. انا ما اعرفش ده ايه. بصوا ادي واحده تانية اهي، هما 3 يا ريت على 3. بصوا المنظر. يا ترى ده ايه؟ انا مش عارفين، احنا لحد دلوقتي مش عارفين ده بيض الطائر بتاعه عباره عن ايه، وهل الطائر دوت هو اللي هاجي من حاجات الفراخ بتاعتنا وموتها. بصوا دي غرزه ازاي، بصوا دي غرزه ازاي. بصوا اهو، بيض غريب وشكله غريب، بيض غريب وشكله غريب، ولا ده ايه؟ بصوا العظم. ده زي ما انتوا شايفين هو ده البيض اهو. بصوا هما، بصوا اهو شايفين ده الطائر اهو، سامعين صوته؟ طب ما انا عارفه ده شكل الطائر، ده البيض بتاعه. هل يا ترى بقى الطائر دوت جارح، ان هو هاجم الطيور؟ بصوا اهو، كانوا قاعدين القعده دي، شايفين الفراخ كانوا قاعدين نفس القعده دي. هل الطائر دوت هاجم الطيور بتاعتي او الفراخ اللي قاعده على السور عشان خاطر خايف على البيض بتاعه؟ يعني معنى كده ان الطائر دوت جارح، مش طائر عادي بياكل لحوم، بياكل حاجات زي كده. سيبوا البيض يا جودي، رجعوهم مكانهم. ايه يا سلام. المصحف البيضه مكسوره، يابا حطها عند دماغي عند ودني، لقيتها بتصوصو. انهي واحده؟ البيضه دي. طب بالراحه عشان ما تتكسرش، وريني كده. مكسوره من هنا، بتصوصو من هنا. وريني. حطها عند ودني كده. هتسمعها. استنى. هتسمعها. ايوه دي بتصوصو فعلا، بتطلع ايه البيضه دي، بتطلع. استنى هتسمعها والنبي. اوعي يتكسر ده. سيبهم بقى يا احمد، هما كده بيفقسوا. بصوا هما كده بيفقسوا، ال3 بيضات دول بيفقسوا اهم، بيفقسوا. وان شاء الله اول ما يطلعوا هوريكم الصغار بتاعتهم، عيالهم طبعا. وهاتي بقى عشان هما عشان ابوهم وامهم هيهاجمونا. سبحان الله. اعملهم مكانهم كده. يلا يا جودي حطيهم مكانهم، يلا. مش سامعه اقسم بالله. هي هتيجي تظبط على فكره يا احمد. طب بعد ما يفصل ناخدهم يا ماما. هي هتيجي تظبط. انا هقفل بقى معاكم الفيديو لحد ما نشوف هنعمل ايه مع الطائر دوت. وان شاء الله باذن الله لما يفقس هتابع مع الزغاليل لحد ما يكبروا، وهنتابع مع بعض هيطلع عباره عن طائر نوعه ايه. وانتوا برضو بقولوا لي في الكومنتات الطائر ده هيبقى نوعه ايه.